اسمعيني بقى. هو انتي بتنضفي علشان العيد يجي ولا العيد بيجي عشان يهد حيلك؟ لو فاكرة ان العيد سيراميك بيبرق وصالون مترتب تبقي غلطانة في حق نفسك وفي حق ولادك. غمضي عينيكي ثانية كده. فاكرة صوت التكبيرات؟ طب فاكرة ريحة الكحك وتحضيرات العيد؟ فاكرة فرحتك وانتي حاطة طقم العيد ونايمة بيه؟ الذكريات دي هي اللي خلتنا ستات بيوت بنعشق العيد، مش التنظيف وهدة الحيل. انت النهارده بتزرعي ايه في قلوب ولادك؟ النهارده مش بنتكلم عن روتين ولا تنظيف، النهارده بنصنع السعادة. هقولك ازاي تخلي بيتك يبرق من غير ما تهدي حيلك، وازاي تكوني انت العيد لولادك وجوزك، والاهم ازاي تخلي ابنك لما يكبر يقول امي هي اللي حبيبتني في العيد. جهزي كوباية الشاي بالنعناع بتاعتك وتعالي نقعد قعدة ستات كلها روقان وهدوء. خلاص العيد على الأبواب والروايح الحلوة بدأت تفوح، بس السنة دي في كيان ميرا العيد ليه طعم تاني. هنعيش مع بعض ونعرف ازاي نصنع البهجة. خليكي ليلة الوقفة عروسة في بيتك، ولادك يشموا فيكي ريحة الجنة مش ريحة المنظفات. اتبسطي معايا عشان الفيديو ده هيغير نظرتك للعيد تماما. يلا بينا نبدأ. قبل ما تمسكي المقشة وتستلمي شفت النظافة، عاوزين نروق بالنا من جوه الأول. يا بنات، في نوعين من البيوت في العيد: بيت الأم فيه شعلة نشاط بس عصبية وبتزعق طول الوقت، اوعوا تلمسوا ده، اوعوا تعملوا ده، محدش يدخل الصالون عشان الضيوف لما يجوا يلاقوه نضيف. البيت ده ولاده بيكبروا وهم كارهين البيت، وبالنسبة ليهم العيد زعيق وتوتر وماما مقريفة. وفي بيت تاني الأم فيه ذكية، البيت مش لازم يكون بيرفكت بس الضحكة فيه أهم من أي تقصير. أصل هم مش عرايس هتقعديهم وما يقوموش من مكانهم. وتعالى أقولك سر بس ما تقوليش لحد، دي كمان حاجة من الحاجات اللي أنا اتعلمتها. أنا كان أهم حاجة عندي تنظيف البيت وبس، حاليا أهم حاجة عندي نفسية ولادي. عرفت إن الذكريات دي عندهم أهم من البيت وترتيبه، عشان كده بقولك حاولي تغيري فكرتك انتي كمان. الفرق بين الطفل اللي كبر بذكريات حلوة والطفل اللي كبر بضغط هو نفسيتك انتي. لو نضفتي البيت كله وخسرتي ضحكة ولادك انتي الخسرانة. العيد فرحة وسكينة ودفى، لازم أفراد البيت يحسوها. قولي لنفسك أنا ملكة مش خدامة. نضفي بحب، رتبي وانت بتسمعي حاجة بتحبيها، شغلي تكبيرات العيد جنبك، اعملي حاجة بيتك وانت مبسوطة عشان ما ترجعيش تخافي عليها لما تبوظ. ما تعمليهاش وانت متقدرة، لأنك مش هتبقي عاوزة حد يلمسها. خلي ولادك يساعدوكي حتى لو هيبوظوا الدنيا، فرحتهم وهم بيشاركوا أهم من لمعة السيراميك، وهي دي اللي هتفضل ذكرى في دماغهم. احنا اتعودنا كستات نضغط نفسنا عشان صورة البيت قدام الناس، بس جيتي في مرة سألتي نفسك هو بيتك محتاج ايه؟ دلوقتي بقينا منفتحين على بيوت بعض بفخ السوشيال ميديا، وكله عاوز يقلد البلوجر. بس انا بقولك خلي بيتك يكون كيانك، في لمستك البسيطة، مش لازم يكون ترند ولا شبه بيت حد. وقولي لأ وبصوت عالي للإجهاد. لو مش قادرة تغسلي الحيطان بلاش. نظافة العيون وإنك تبقي شايفة المكان حواليك نضيف وريحته حلوة تكفي. لو صحتك مش مساعدة، صحتك النفسية أهم من إن النجفة تبرق وإنتي منهارة وقاعدة عمالة تعيطي من وجع كل حاجة فيك. ما تخليش وقفة العيد تتسرق منك. هحكيلك موقف، بما إننا قلنا هنقعد قعدة ستات كلها روقان مع بعض، حطي اللايك بقى علشان خاطر تبقي كده معانا على طول في عيلتنا الطيبة دي، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. فاكرة في سنة من السنين كنت عايزة البيت يبقى مثالي لدرجة الهوس، فضلت أنضف وأفرش وألمع لحد الفجر. يوم الوقفة ولادي كانوا صغيرين وعايزين يلعبوا معايا، وأنا كنت عمالة أزعق اوعى تلمس السجادة، ما تاكلوش حاجة وتفرفتوا على الأرض، محدش يقعد هنا. وجيت الصبح أصلي العيد نمت من كتر التعب، ضاعت عليا أجمل لحظة كنت تعبانة علشانها أصلا. ومن يومها عرفت إنهم مش محتاجين بيت بيبرق، هم محتاجين ماما بتضحك. ومن يومها قررت البيت ينضف بس مش على حساب ضحكتهم. وعلشان نبدأ صح لازم نتخلص من كل حمل زيادة، مش بس في البيت، لأ في روحنا كمان. الكركبة والزحمة بتسحب طاقة الست. ابدأي من دلوقتي كل يوم ركن واحد، ما تضغطيش نفسك وبلاش تخلي حاجة ليوم الوقفة. خلي اليوم ده يبقى أول يوم العيد، ما يبقاش فيه هدة حيل ولا ترويق. خلصي كل حاجة قبل الوقفة عشان ما يجيش عليكي اليوم وانتي كارهة نفسك. تعالي كمان هقولك على الخلطة الجبارة بتاعتي اللي بخليها جنبي على طول كده في المطبخ بعد ما اروق. اي حاجة بقى تتوسخ او تبقى مش نظيفة على طول تش تش وتنضف في ساعتها. هاتي بخاخة وحطي فيها نص كوباية خل عشان يطهر اي حاجة،
ومعلقتين كربوناتو عشان تفور أي حاجة بدل ما أعصابك هي اللي تفور، ونقطتين زيت عطري لافندر أو ورد اللي تحبيه عشان يبقى دايما الريحة كده منعشة. الخلطة دي هتخليها دايما جنب ايدك، وأول بأول أي حاجة تتمسح، مش بس هتنضف الحاجة، لأ دي كمان هتعطر روح البيت. وانتي بتنضفي شغلي تكبيرات العيد أو فيديو عن العيد وفرحته. خلي التنظيف عبادة وتجهيز للفرحة مش شغل. لما تبدأي تقسمي مهامك وكل يوم تنضفي غرفة واحدة على قد جهدك وتتخلصي من الكركبة، البيت اللي مفيهوش زحمة مريح للعين وكله يبقى جاهز قبل يوم الوقفة. يوم الوقفة يكون للتلميع فقط ومش للهدة ولا المجهود. هقولك كمان على حاجة بحبها قوي، خلي للعيد معطر أو بخور يكون خاص بيه، يربط ذاكرة ولادك إن الريحة دي مرتبطة بالعيد. وبعد كده بقى تجمعي ولادك، البيت بقى فلة والريحة تجنن، وخليهم يشاركوكي في تحضير فترة العيد وصينية الضيافة. لازم تكون جاهزة عندك على ترابيزة السفرة أو ركن كده في بيتك، علشان لو جه ضيف خبط عليكي فجأة وانت في عز الزحمة هتعملي ايه؟ تكوني محضرة حاجتك وعلى قد إمكانياتك. الكحك طبعا أهم حاجة، وعليه رشة السكر والمكسرات وبونبونيرة يكون فيها شوكولاتة، وتغطيهم بمفرش شيك وتكون جاهزة للتقديم. ويفضل طبعا يكونوا ولادك حواليكي وانت بتجهزي وصوت التكبيرات شغال وبصوت عالي. احلى جو ده بيفضل في ذاكرة الولاد. تعالي بقى بعد ما نضفنا ورتبنا وفهمنا ان يوم الوقفة لصناعة الذكريات، كل اللي احنا بنعمله ده علشان عيون ولادنا وذاكرتهم يكون مترسخ فيها فرحة العيد. جهزي مكان بقى او صندوق تكوني مجمعة فيه حاجتهم كلها، الهدوم والسليبرات والتوك والمونوكير بقى للبنات، ويتفتح يوم الوقفة وتفرجي على الفرحة اللي هم هيحسوا بيها. بيجامة العيد الجديدة، البالونات، الشوكولاتة العيدية، هي دي فرحة العيد بالنسبة لهم. خليهم ينفخوا البالونات ويعلقوها بإيديهم عشان يفضلوا فاكرين الحاجات دي. ولو تقدري تقدمي لهم العيدية بشكل لطيف، ظرف مثلا أو اربطيها ببالونة، هتبقى ذكرى حلوة قوي. عاوزين نبني نفوس سوية عشان نطلع جيل سوي عنده ذكريات جميلة، وأجيال تسلم الذكريات لأجيال. وأهم حاجة من ممنوعات يوم الوقفة، ممنوع الزعيق، ممنوع التوتر، ممنوع ما تلمس كذا أو ما تعملش كذا. سيبيهم براحتهم، بيتك مش معرض أساس، بيتك هو مكان الفرحة وصناعة البهجة للولاد. تعالي بقى للجانب الخفي اللي بيدمر ذكريات الولاد وبيضيع فرحة العيد في بيوت كتير للأسف، خناقة العيد. سامحيني ان في نفس الفيديو هتكلم عن الموضوع ده، بس لازم اعرفك ايه الفرق بين انك تصنعي ذكريات في دماغهم كويسة او وحشة. بشوف ستات كتير قوي بتقعد تضحك وتقول اتخانقتوا خناقة العيد ولا لسه، وما يعرفوش ان خناقة العيد دي بتدمر كل حاجة. حتى لو رتبتي ونضفتي من هنا لبكرة، الخناقة دي بتكون هي الضريبة اللي بيدفعها ولادنا من اعصابهم ونفسيتهم. تعالي نتكلم عن الجزء المسكوت عنه، لا وكمان بنهزر فيه، وتقولك انتوا اتخانقتوا ولا لسه، وهم ما يعرفوش ان في اطفال بيفضل ده مبوظ نفسيتهم وذكرياتهم لسنين كتير قوي. الخناقة دي بتبوظ العيد وبتطفي نور الفرحة في عيون الولاد. ليه نحول ليلة الوقفة والعيد لخناقة كبيرة علشان الهدوم مكوية ولا لأ، العيدية اتأخرت، فلانة جاية، فلان مش جاي، أنا رايحة، لأ مش عاوزة أروح المكان الفلاني. افهميني يا قلبي، أصعب ذكرى ممكن يخرج بيها طفل من العيد مش إن البيت ما كانش متروق ولا كان فيه كحك ولا لأ، الذكرى اللي بتفضل محفورة الكسرة في قلبه، نظرة الخصام بين الأم والأب لما يشوفهم قلبين وشهم على بعض أو بيزعقوا على أتفه الأسباب. الطفل هنا بيحس بانعدام الأمان والفرحة. البيت اللي فيه الأم بتفضل تندب حظها ليلة العيد وتتخانق مع الأب عشان ما خلصش طلبات البيت، وبرضه البيت اللي فيه أب بيقلب وشه عشان التعب والمصاريف، البيوت دي بتخرج أطفال خايفين من الفرحة. الطفل ده لما بيكبر بيجي عليه العيد بيبقى حاسس بقبضة قلب وهو مش عارف سببها. السبب يا حبيبتي هو البرمجة اللي حصلت له وهو صغير، ان العيد يعني نكد، خصام، زعيق، خناق. عارفة ايه الفرق؟ ان الام اللي بتعدي هي الام اللي بتقرر ان سلام بيتها النفسي اهم من اي طلبات نقصت. بتقرر انها لما تطبطب على جوزها بكلمة حلوة حتى لو هو مضغوط عشان المركب تمشي والولاد يضحكوا، هيبقى كل اللي فارق لها نفسية ولادها. غير الام اللي بتمسك على الواحدة وتخلي ولادها يكرهوا الوقفة والعيد ويفضلوا قاعدين في اوضهم خايفين يخرجوا يسمعوا زعيق ولا يشوفوا قلبة وش. والفرق بينهم عظيم. يا ريت كل اب وام يركنوا اي خلافات على جنب، اتصالحوا علشان ولادكم. العيد ايام بسيطة في السنة،
بلاش تسيبوا لولادكم ذكريات سودة تهدم اللي بتبنوه طول السنة. البقع اللي في السجادة بتتشال واللبس اللي مش مكوي هيتكوي، بس كسرة الخاطر في يوم العيد ما بتتنسيش. خليكم سكن لولادكم، خليكم انتوا العيد لولادكم قبل ما تدوروا على العيد في اللبس والخروج. تخيلي معايا لو لابسين لبس شيك وعيونك انتي وولادك فيها دموع عشان متخانقة مع جوزك، وولادك تايهين مش عارفين يفرحوا ولا يزعلوا، وانتي ببساطة ممكن ترمي وتركني اي زعل الكام يوم دول. ولو في زوج بيسمعني دلوقتي، الكلمة الطيبة وجبر الخاطر ليلة العيد هي أكبر عيدية ممكن تقدمها لأهل بيتك وولادك. لازم نهيئ نفسنا للروقان ونبعد عن أي توتر يدخلنا في سكة الخناق، عشان ما تخليش ولادنا عندهم فوبيا من المناسبات. خلي ابنك يصحى يلاقيكي بتدندني صوت التكبيرات، واحضنيه وقوليله كل سنة وانت طيب يا قلب ماما. ازرعي جواهم هوية معينة مرتبطة بذكريات قوية، وهو عنده 30 سنة يفتكرك ويدعيلك. اختاري النهاردة، عاوزة ولادك يفتكروا الخناق ولا ريحة حضنك؟ خلي العيد يبدأ من مغرب ليلة الوقفة، البيت هادي، البخور شغال، الولاد يلبسوا بدري ويلعبوا. هي دي الجوهرة. علميهم إننا بنلبس أحسن حاجة عشان نقابل ربنا ونشكره. اعملي هيبة للعيد، خليهم يشوفوكي وانت بتجهزي وتجهزيهم للعيد بطاقة إيجابية. ومن بداية أذان الفجر ونصليه وتبدأ التكبيرات، نبدأ إحنا كمان الحكاية الحقيقية في ترسيخ العقيدة بحب، ونفضل فاكرين دايما ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دايما افضلي اتكلمي معاهم إن اللي بيفرح بالعيد ده قلبه مليان تقوى. وبعدها ننزل نصلي العيد، ولما ترجعوا تفطروا مش لازم حاجات غالية، بس لازم تقعدوا مع بعض وتحكوا عن ذكرياتكم. قولي لابنك عارف يا حبيبي العيد ده ربنا اداهولنا هدية علشان احنا صمنا وتعبنا. اربطي الفرحة بربنا. الطفل اللي بيعيش ذكريات مبهجة بيطلع شخص سوي وبيعرف يفرح ويفتح بيت سعيد. انتي بتزرعي شخصية ابنك وبنتك، أزواج وزوجات المستقبل. تعالي بقى للركن اللي أنا حبيت أقفل بيه الفيديو، إزاي تحتفلي انتي كمان بنفسك وتهيئيها للعيد. طقوسك انتي اللي هتخليكي تدخلي العيد بطاقة متجددة. بعد ما اطمنا على البيت واطمنا على نفسية ولادنا وزرعنا فيهم الفرحة، جه الوقت ليكي انتي كمان، لأنك عمود البيت وأساس بهجته. ليلة الوقفة ليها طقوس متغمسة بالفرحة، اوعي تفرطي فيها وتحوليها الليلة تنامي فيها مهدودة وتصحي أول يوم العيد العصر بعد ما راح عليكي كل حاجة. خليها ليلة استعادة الهدوء، وياريت نبدأ نخصص الساعة دي قبل الوقفة بيوم. بس هخليني واقعية أكتر، وإن معظمنا لحد الوقفة وهو بيرتب وينظف. يبقى خصصي بقى لنفسك وقتك انتي، الوقت ده هو استثمارك في طاقتك ليوم العيد. اعملي باديكير حتى لو في البيت وخدي الشاور بتاعك. ابدأي اعملي ماسكات لترطيب بشرتك، رطبي ايديكي ورجليكي بكريمات تكون ريحتها طيبة. لازم تكوني مقتنعة ان العناية ليكي انتي ولتقديرك لنفسك. الست اللي بتهتم بتفاصيل جمالها البسيطة بتبث روح الجمال في البيت كله. جهزي لبس العيد واللبس اللي هتخرجي بيه للصلاة، اكويه وعلى الطريق، بس بلاش عطور بره البيت يا بنات. حبيبتي الغالية، العطر الطيب والوجه البشوش وشكلك المرتب عنوان ست البيت الراقية. خليكي ليلة العيد طاقة جديدة لبيتك، وانشري ريحة النظافة والأناقة في كل ركن بتعدي فيه. لما تكوني انتي راضية عن شكلك ومرتاحة، هتقدري تدي حب وحنان لولادك وجوزك من غير ما تحسي بضغط. وفي آخر الفيديو عاوزاكي تعرفي انك انتي العيد. مهما نضفتي ورتبتي بيتك، من غير ضحكتك وصوتك الرايق ملهوش طعم. العيد مش يوم في النتيجة، العيد هو الحالة اللي انت بتنشريها في بيتك. ازرعي الفرحة في قلوب ولادك، انسي اي زعل، سامحي من قلبك مش عشان حد، عشان نفسك وعشان الذكرى اللي هتعيش العمر كله. بيتك هو كيانك، فخلي كيانك دايما عامر بالحب والدفى والرضا. لو الفيديو لمس قلبك حتى لو بحاجة بسيطة، ما تنسيش لايك جميل زيك وتنضمي لعيلتنا عشان نكبر سوا ونبني بيوتنا بالحب والجمال. واكتبيلي تحت في التعليقات أنا قررت أغير فكرتي عن العيد السنة دي. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد علينا جميعا يا رب. أشوفكم في فيديوهات جاية أقوى وأعمق وأقرب لقلوبنا، وسلام.